اليوم رح ندخل في كواليس لحظة وداع مؤثرة جدا في عالم كرة القدم. حنحلل المؤتمر الصحفي الأخير لكارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد. معنا مقتطفات من كلامه، ومهمتنا اليوم نستخلص أهم الأفكار والمشاعر وهو بيغادر النادي الكبير هاد. صحيح. رحيل مدرب بحجم أنشيلوتي عن نادي زي ريال مدريد، يعني الموضوع أكبر من مجرد خبر رياضي، في أبعاد إنسانية وقيادية تستاهل نوقف عندها شوي. خلينا نشوف ما وراء الكلام. أنشيلوتي نفسه وصف لحظة الوداع بأنها مميزة للغاية. قال إنها مليانة مشاعر كثيرة، بس الملفت إنه أكد إنه مش حزين. قال إنه سعيد وممتن وإنه غادر وهو راضي. حتى قال عاجلاً أم آجلاً كان لازم تيجي هذه اللحظة، يعني كأنه متصالح تماماً مع النهاية، مش هيك؟ تماماً. وهذا التصالح واضح جدا في كلامه عن علاقاته داخل النادي. تأكيده القاطع: ما تشاجرت يوم مع الرئيس ولا راح أتشاجر. هذا مهم جدا، خاصة في ريال مدريد وتقلباته الإدارية المعروفة. بس الأهم صراحة هو كيف عمم هذا التقدير للكل، لدرجة إنه شكر يعني اللي كان يطبخ لي الكربونارا قبل المباريات. هذه اللفتة تبع الطباخ بالذات، يعني هل هي بس مجاملة لطيفة ولا في شيء أعمق وراها، يعني في فلسفته الإدارية؟ لا أعتقد الموضوع أعمق. في بيئة تنافسية وضغوطات زي كرة القدم، وبالذات في ريال مدريد، إنك تبني هذا النوع من الولاء، إنك تقدر كل شخص بغض النظر عن دوره. هذا استثمار في الروح المعنوية للفريق كله. هو فاهم إنه النادي مش بس لاعبين ومدرب، لا، هي منظومة كاملة، ونجاحها يعتمد على تناغم كل جزء فيها. هذا خلينا نقول نهج قيادي يركز على الإنسان. ولما نتكلم عن المشاعر، هو ما خاف يظهرها. توقع إنه يتأثر وهو طالع من البرنابيو لآخر مرة، وقال بصراحة لو بكيت فليكن. ولما ذكر مودريتش جنبه ووصفه بأسطورة حقيقية، هذا يبين قديش العلاقة قوية بينهم. صحيح، وهذا بيربطنا مباشرة بإرثه في النادي. هو نفسه أشار إنه فخور بالتكريم اللي حصل عليه، واعتبره شيء نادر في ريال مدريد. وهذا اعتراف ضمني بصعوبة إنك تترك بصمة إيجابية ومستمرة في نادي زي هذا. ولما نحكي عن إرثه، أكيد لازم نذكر الليالي اللي وصفها إنها ما تنسى، وقال ما يمكن تفسيرها، زي ريمونتادا ضد باريس سان جيرمان والسيتي وتشيلسي. هذه لحظات يعني ترسخ مكانته في التاريخ. طيب، وبالنسبة للمستقبل، هو عبر عن حماسه للتحدي الجديد، يعني مع منتخب البرازيل. قال إنه تحدي رائع، لكنه لمح شوي لصعوبة إنه يدرب نادي تاني بعد مدريد. قال هذا اللي أشعر فيه الآن. هل هذا بس يعني ارتباط عاطفي قوي، ولا يمكن إدراك منه إنه تجربة مدريد غير ما تتكرر؟ ممكن الاثنين بصراحة. تجربة ريال مدريد بضغوطها ونجاحاتها فريدة من نوعها، بس الملفت كمان هو وعيه بضرورة إنه يتطور باستمرار. اعترف إنه كرة القدم اتغيرت، وإنه الفضل في تكيفه يرجع جزئياً لفريقه التدريبي الشاب. أشار كيف إن تحليل التفاصيل اليوم أدق بكتير، يعني من 20 سنة فاتت. بس لحظة، اعترافه هذا بفضل الطاقم الشاب، هل هو شيء عادي من مدربين بخبرة ومكانة أنشيلوتي؟ يعني يبدو لافت شوي، ومثال على التواضع المهني، صح؟ هو بالفعل لافت، ويعكس ثقة بالنفس تسمح له يعترف بأهمية الفريق اللي حواليه، ويعترف بضرورة التعلم المستمر حتى وهو في قمة الهرم التدريبي. وهذا يتفق مع الصورة العامة اللي رسمها لنفسه: قائد متعاون مش سلطوي ومنعزل. ولما سألوه عن مستقبل الفريق، بدأ واثق بقدرة مدريد إنه ينافس، لكنه لمح لنهاية جيل ذهبي ممكنة مع رحيل مودريتش المحتمل، بعد أسماء كبيرة زي كريستيانو وراموس وبنزيما وكاسيميرو. هذا يذكرنا إنه التغيير سنة الحياة حتى في أكبر الأندية. وفي الختام، كلامه عن عدم وجود ندم كبير رغم الأخطاء الكثيرة، ورغبته إنه الناس تتذكره كمدرب جيد وشخص يعمل كمدرب مش كشخص سيء. هذه التفرقة بين الشخص والدور مثيرة للاهتمام جدا. إذن اللي نشوفه هو وداع يطبعه الامتنان والفخر والمشاعر الصادقة، بعيداً عن المرارة. أنشيلوتي ترك إرث من النجاحات وأيضاً علاقات طيبة وانطباع إنساني إيجابي. وهذا يوصلنا لسؤال نتركه للمستمعين يفكروا فيه:
كيف ممكن هذا التركيز على الإنسان داخل المدرب زي ما عبر أنشيلوتي؟ كيف ممكن يغير فهمنا للقيادة الفعالة في بيئات العمل اللي فيها ضغط عالي وتنافسية شديدة؟ مش بس في كرة القدم، لا، في مجالات تانية كمان، خاصة وإحنا بنشوف تحولات بين الأجيال وتغيرات مستمرة في المؤسسات الكبيرة هذه.